آمنة نجتمع بها من كل محافظات سوريا. سوريا الحبيبة التي دائما على أمل بأن وجود نساء قويات قادرات صابرات مثلنا ستحيا من جديد وستعود سوريا بلد الحضارات ومهد الحضارات. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح المحبة والحرية. من هنا من حلب الشهباء، حلب التاريخ والحضارة، حلب بقلعتها التاريخية الصامدة التي شهدت مقاومات عنيفة لتضع بذلك بصمتها على التاريخ السوري وتاريخ المنطقة. من هنا نلتقي على أرض لطالما احتوتنا وغذتنا بروحها وحنانها. نلتقي والأمل يغمرنا بغد مشرق حر ونبذ لظلمات الليل الحالك من المعاناة والمآسي، لنقول بأسا لكل ما هو بعيد عن الأطر الإنسانية، ونرحب معا بما يبهج قلوب النساء والأمهات والمجتمع السوري بالعدالة والمساواة. نرحب بداية بالسيدات السوريات الحاضرات معنا اليوم في مؤتمرنا الثاني، مؤتمر مجلس المرأة السورية، القادمات من محافظات متعددة بأطيافها المتنوعة: العربي، الكردي، السرياني، الآشوري، الأرمني، والقائمة تطول. أهلا بكن ونبارك لكن ولنا بانعقاد هذا المؤتمر. نجتمع بعدد الناشطات حيث قامت هذه الهياكل بإعادة النظر في دورها وموقعها في ظل التحولات السياسية التي عرفتها سوريا. تكون الحلقة الأضعف في هكذا حروب، وما جلبه من جرائم وانتهاكات بحق المرأة والتي أدت إلى ملاحقتها وتعرضها للاعتقال والتعذيب، كما أدت الحرب المستمرة في سوريا إلى نشوء أزمة اقتصادية خانقة. ولستان عفدكي وفيساتي كليان جقامشلو إيرو أم لفر حاضرين جبو أمدكاريا كونغرامي دو يمين يا مجلس جنين سوري ما كونغرا خويكي بدار خص ده حزارو حفظان ده ببورن پشتی و دمک دریش کت حتی مکارو با اف کنگره خوی دو یمین به دارخسته جبر هنک روشن يعني هم جهاني هابو هم روشن نافنديجي هابون هم روشن تنظيمي هابون لأنها أم جان كونغرا خوي ديامين مجالك حاضري يعني فيس دما داوية ده أم قارن بين جسالك حتى هم حاضري كرجبو في كونغري تكالية مجالك بجنين هندر هابون جنين ماي منظمات جنين ماي بارتيا جنين ماي وقت مستقلتين خيان ما تخواست ام في كونغرا خولو داغرتي بنارين جودا بنارين داغرتي بجنين زانست بقادينن وام بهيفينا اف كونغرا مبسر كذا وسباس. أولها لجنة العلاقات الدبلوماسية واللجنة التنظيمية واللجنة القانونية ولجنة الأعلام والأرشيف واللجنة المالية ولجنة المخيمات ضمن 6 مكاتب متفرقة من مدن شمال وشرق سوريا وحلب، حيث اقتصرت معظم الفعاليات والأنشطة في هذه المدن ولم تقم بتوسيع نضالها في المدن السورية الأخرى. كما وتم تنظيم لجنة المخيمات خاصة في مناطق الطبقة والرقة والحسكة والمنج في الآونة الأخيرة، وكان نظرا للواقع التي تعيشه المرأة السورية في المخيمات وضرورة دعمها في تطوير الواقع الذي تعيشه.